العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضايا الإثرية نحييكم. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. أصابت 20 مواطنا بكوفيد-19. مجلس إقليم عنسبة يعقد اجتماعه الدوري. دعوة لمتاجر الإقليم الأوسط للحذر من العمل غير القانوني. مقتل 5 أشخاص بانفجارات قرب قاعدة جوية نيجيرية. كوريا الجنوبية تحتج على مساعي اليابان تصريف مياه مشعة في البحر. بلجيكا تؤكد إغلاق المفاعلات النووية في البلاد بحلول العام 2025. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط وعنسبة والجنوبي والقاشبركة أظهرت إصابة 20 مواطنا بكوفيد-19، وظهرت 8 إصابات في الإقليم الأوسط، 3 في مراكز العزل و5 في مراكز الفحص، 2 في مايتمناي و1 في سبيس، وإصابتان لشخصان قادمان من كمحاري وتسني، و9 إصابات في إقليم عنسبة، 2 في مراكز العزل و7 في مراكز الفحص، 4 منها في كرن و2 في علاو رعد و1 في حمل مالو، وإصابة 1 في مركز الفحص ببرمتو. في غضون ذلك شفي 21 مريضا، 15 من الإقليم الأوسط و6 من الإقليم الجنوبي، وبهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 7873، شفي منهم 7637 وتوفي 72 مريضا، فيما لا يزال 164 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 25 من ديسمبر 2021. عقد مجلس إقليم عنسبة اجتماعه الدوري 23 يوم 23 من ديسمبر في مدينة كرن لتقييم أنشطة عام 2021، وخرج بقرارات وتوصيات. وقال سكرتير المجلس الأستاذ سليمان محمد نور في افتتاح الاجتماع أن الاجتماع يهدف للنظر مع الجهات التنفيذية لجميع الأنشطة المنفذة في الإقليم والدفع بها قدما في العام المقبل. وبحث المجلس في قطاع التعليم وسبل حل الفصول الدراسية غير الملائمة التي تعيق العملية التعليمية، ونقص مساكن المعلمين وقلة المدراء المؤهلين إداريا. ودعا المجلس لدعم الكادر الصحي العامل في الريف والجوال لتدعيم جهود وزارة الصحة. واستمع المجلس لتقييم أنشطة حماية التربة والمياه المنفذة العام الماضي بالشعب والجيش، مناديا لتنفيذه بتنظيم أكثر قوة مستقبلا. وأشار تقرير الرعاية الاجتماعية إلى وجود أكثر من 10,000 من أسر الشهداء التي تتلقى الإعالة، وتقديم مبلغ أكثر من 13 مليون نقفة. وتطرق اجتماع مجلس إقليم عنسبة إلى تقرير أنشطة الثقافة والرياضة والإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها، وبحث في إمكانية تطويرها. هذا وأوضح حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في ختام الاجتماع المساهمة الكبيرة للمجلس لتنفيذ برامج العام القادم، داعيا لتضافر جهود المجتمع. دعا قسم القانون والنظام في الإقليم الأوسط لعدم مزاولة الأعمال غير القانونية المضرة بالصحة والبيئة. ودعا المكتب المرافق التجارية لضمان مراعاة النظافة والحصول على البطاقة الصحية وتجديد الرخص التجارية واحترام تعليمات مكافحة كورونا والحذر من بيع المواد المنتهية الصلاحية. وأوضح مسؤول القسم اتخاذ إجراءات التحذير والعقاب والإغلاق للمخالفات التي تضبط بأنشطة الرقابة التي يقومون بها، داعين المتاجر لاحترام القوانين والتعليمات. وذكر أصحاب المتاجر إدراكهم بأن التعليمات والقوانين الصادرة هي لمصلحتهم ومصلحة المجتمع.
جرت في مديرية وردة انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى في كرش ملاء وإدقرني وإنرايب وشلاب وغسطي والضاحية الرابعة في مدينة وردة. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية وردة السيد كبرى في السادسين أن الانتخابات لتغيير الإدارات المنتهية فترة عملها كانت ستجري في عام 2020 لكنها تأجلت بسبب وباء كورونا، وأشاد بالمشاركة الشعبية في الانتخابات. ودعا المدراء المنتخبون لتقديم خدمات إدارية شفافة وجيدة. أوضح مكتب الصحة في مديرية تسنية أن تغطية التطعيم ضد الأمراض المتسببة في الإعاقة والوفيات بلغت نسبة 95%. وأوضح مسؤول المركز الصحي في تسنية السيد برهيح دقو تقديم خدمات طب العيون ورعاية الأمومة والطفولة والتحاليل والفحوصات الطوعية ومتابعة الأمراض المعدية، وأن توسع التطعيم يعكس الوعي المتنامي. وأشار إلى أن ارتفاع متابعة الأمهات لأوضاعهن الصحية أثناء الحمل وبعد الولادة وصل لنسبة 81%. وأوضح السكان أنهم كانوا يذهبون إلى ورونتو سابقا لتلقي خدمات طب العيون، وقد وجدت المشكلة حلا قبل 3 سنوات. ونبه مدير مركز تسنية الصحي السيد برهح دقو إلى خطورة الولادة في المنزل واهتمام أولياء الأمور لتطعيم أبنائهم. تلقى 35 شابا من مديرية برونتو في إقليم القاش بركة دورة تدريبية ل3 أشهر في تقنية الكمبيوتر. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد عبد الوهاب سليمان في مراسم التخريج أن الدورات التدريبية المنظمة للشباب تحقق نتائج مرضية. من جانبه دعم مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الاتحاد بإقليم القاش بركة السيد ماريكوس غرماتين الجهات الحكومية والمجتمعية للمساهمة من أجل خلق فرص العمل للشباب المتدربين. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاش بركة السيد محمود علي جبرة لمواصلة دعم كافة قطاعات المجتمع في جهود الشباب لاكتساب العلم والمعرفة وضمان مستقبلهم، داعيا الشباب للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم وتسخيرها لمصلحتهم ومصلحة الوطن. وأشار الشباب المتدربون إلى حاجتهم لدعم المؤسسات الحكومية والاتحاد لتنمية قدراتهم. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أفادت مصادر أهلية وطبية بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين بانفجارات قرب قاعدة جوية في بلدة مايدوغوري النيجيرية قبل زيارة الرئيس محمد بوخاري. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن سكان محليين أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة غوماري آيافي في مايدوغوري على بعد مئات الأمتار فحسب من القاعدة الجوية التي هبطت فيها طائرة بوخاري بعد أقل من ساعة من دوي الانفجارات. ومايدوغوري هي عاصمة ولاية بورنو الشمالية الشرقية، مركز التمرد الذي يشنه متطرفون منذ 12 عاما، وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها لهجمات المسلحين على نحو متزايد. استدعت كوريا الجنوبية مسؤولا بالسفارة اليابانية في سيول للتعبير عن مخاوفها بشأن مساعي اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المشعة في البحر. وقال مسؤولون في أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية استدعت مسؤولا بالسفارة اليابانية لديها للتعبير عن مخاوفها بشأن تقدم مشقل محطة فوكوشيما للطاقة النووية اليابانية المعطلة بطلب للحصول على الموافقة على خطتها لتصريف مياهها المشعة في البحر. واستدعت وزارة الخارجية وزير الشؤون الاقتصادية في السفارة اليابانية لدى سيول لتنقل إليه وثيقة دبلوماسية تتضمن مخاوف كوريا الجنوبية. وكانت اليابان قد أعلنت في أبريل عن خطة لبدء تصريف المياه المشعة في البحر في عام 2023، فيما يتوقع أن يستغرق ذلك عقودا من الزمن
حيث من المتوقع أن تمتلئ جميع صواريخ التخزين في محطة فوكوشيما في وقت مبكر من خريف عام 2022. تعتزم بلجيكا وقف مفاعلاتها النووية السبعة كما هو مخطط بحلول عام 2025، لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية بحسب اتفاق تم التوصل إليه بين أطراف الائتلاف الحكومي. وأكد مصدر حكومي لوكالة فرانس بريس التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات، وقال المصدر أن الاتفاق يوفر استثمارا بحوالي 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة. وتم تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون ببلجيكا عام 2003، وتم اختيار العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في أكتوبر 2020. وجرى بالفعل التخطيط لميزانية الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا وفق ما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس بريس. وصلنا إلى نقطة الختام ونوافيكم بأبرز العناوين. إصابة 20 مواطنا بكوفيد-19. مجلس إقليم عنسبة يعقد اجتماعه الدوري. دعوة لمتاجر الإقليم الأوسط للحذر من العمل غير القانوني. مقتل 5 أشخاص بانفجارات قرب قاعدة جوية نيجيرية. كوريا الجنوبية تحتج على مساعي اليابان لتصريف مياه مشعة في البحر. بلجيكا تؤكد إغلاق المفاعلات النووية في البلاد بحلول العام 2025. دمتم في أمان الله وحفظه.